حاسب عليها ده ولا بتفتح حساب على طول؟ نجيب جزر ده حلو لا بس مقلبص كده. لا مش حلوين قوي بصراحه. حلو ده. هاتي منه كذا واحده. تاخد كام؟ 6؟ اوبا جبت الطلبات. وجماعه بجد فطير الديناصور ده احلى فطير ممكن تاكلوه، بجد تحفه. فلو انتوا ساكنين قريب بجد لازم تدوقوه. هلو بكره اول يوم جامعه، مش متحمسه هلو 1% حتى. جبنا حاجه اللانش بوكس اهم حاجه. ايوه عشان بعمل لانش بوكس لماما ولانش بوكس ليا، بس بفكر بكره ما اعمليش لانش بوكس بصراحه يعني. بتاع الخضار فات، احنا زعلانه قوي، احنا جبنا خضار من عند الديناصور. ماشي بكره يبقى اجيب خضار تاني. اوكي. الزرعه كبرت يا جماعه الزرع بجد عمو ربيع مهتم بيه قوي، تحفه. اللي مش عارف مين عمو ربيع الامن بتاع العماره. بصوا دول الجداد اهو حلوين قوي. هلو يلا بينا. ايوه زي ما انتم شايفين بكره اول يوم جامعه، مع اني ما كنتش فاكره ان بكره اول يوم جامعه عشان انا اصلا لسه ما سجلتش موادي كلها لان السيستم كان واقع ففي شويه مشاكل في التسجيل. فبكره برضو هنروح على الجدول. المفروض بكره عندي مادتين عملي فمضطره اني اروح، مع ان اول اسبوع مش بيتحسب غياب، اول اسبوع مش بناخد اي حاجه يعتبر، بس بيعرفونا المواد. وخصوصا ان انا لسه جديده في القسم فمش عارفه اي حاجه، مش عارفه اجيب السبلايز منين، مش عارفه ايه المطلوب، فمضطره اني اروح عشان اعرف ايه الادوات المطلوبه واجيبها منين، فلازم اني اروح. فبكره المفروض عندي مادتين عملي من 8:30 الصبح ل 6:30 بالليل، فبكره يوم طويل. فكنت محتاجه اجيب شويه حاجات من السوبر ماركت عشان لو اخدت لانش بوكس معايا، مع اني بفكر بكره ما اخدش معايا لانش بوكس وافطر بكره مع صحابي بما ان ده اول يوم. ف لسه هشوف. المهم كده بارت السوبر ماركت خلاص. دلوقتي نيجي بقى لبارت حمايه الكليه. ايوه لازم شاور كده قبل الكليه، سواء قبل الدراسه قبل بدايه المدارس، لازم يعني هي دي زيها زي حمايه العيد كده بالظبط. فهناخد شاور الكليه كده ونشوف هنلبس ايه بكره، ونشوف ايه الشنطه اللي هناخدها، ونعمل سكان كير. محتاجين نعمل شويه حاجات كده. يلا بينا. انا عارفه ان انا لحد دلوقتي لسه ما قلتلكمش انا اصلا داخله قسم ايه، بس الاغلبيه كمان مخمنين غلط، فانا ما تقلقوش هقول لكم في الفيديو ده انا هدخل قسم ايه. ممكن وانا نازله الصبح الجامعه اقول لكم، بس هسيبكم برده تخمنوا لغايه دلوقتي. يعني حاولوا تخمنوا كده في الكومنتس انا داخله قسم ايه، يعني حاولوا كده اللي انتم مستبعدينه ممكن هو اللي انا اخشه، فيعني حاولوا كده تخمنوا. بس ما تقلقوش انا مش رخمه للدرجه دي، هقول لكم في الفيديو ده انا هدخل قسم ايه ان شاء الله، او دخلت قسم ايه خلاص. انا يعني بكره اول يوم جامعه، انا مش قادره استوعب بس يعني تمام. ريحتها تحفه. بس كده بعيدا عن شكلي، يعني انا عارفه ان شكلي غريب شويه بس يعني دونت جادج. المهم يلا بينا نعمل سكين كير. بس انا ما صليتش صلاه العشاء، فهصلي العشاء الاول بعد كده نعمل سكين كير. مش عاوزه اروح الجامعه بكره، يعني لسه مش مهيئه نفسيا ولا عمليا ولا جسديا ولا مش قادره ارجع لوجع الظهر ده تاني بجد، والضغط، وان انا حياتي تبقى كلها مدفونه في الكليه، ما بخرجش ما بعملش اي حاجه من 7 الصبح ل 7 بالليل و 8 بالليل، قبل ما اروح بتبقى 9. بس الكليه حلوه، يعني برضو نحمد ربنا ان الكليه حلوه وانا بحبها وبدرس حاجه بحبها، فنبص ليه ربع الكوبايه مليان، يعني الحمد لله. I'm sorry. صليت العشاء الحمد لله. طيب من ساعه صلاه العشاء انا ما صورتلكمش، عدى حوالي 3 ساعات ونص، يعني كانت الساعه 12 دلوقتي الساعه 3 ونص الفجر. هتقولي انت ما نمتيش، هقول لكم انا ما نمتش من امبارح، انا مطبقه ليه يا اوزه عشان انا نومي يعني بايظ. دي كلمه قليله، انا من اول الاجازه حرفيا نومي متشقلب، عملت كل الطرق، كل مره بحاول ان انا اطبق، طبعا بنام على العصر،
نومي مش راضي يتظبط، وبالتالي انا مش نايمه من امبارح اصلا، وهروح الجامعه مطبقه، فدي مشكله كبيره. ظهري وجعني جدا. هتقولوا لي طيب ال3 ساعات بقى دولت اللي انا من ساعه العشاء كنت بعمل ايه؟ كنت بروق اوضتي. يعني هي ما كانتش مبهدله بس كانت مكركبه، والدولاب كان مكركب، يعني هو ما كانش مبهدل الهدوم فوق بعض، لا هو كان تلاقوا توب فوقيه جينز، توب فوقيه جينز، فخليت الجينزات لوحدها، التوبس لوحدها، والتيشيرتات لوحدها، يعني ظبطته عشان ايه؟ انا مكركبه دي يعني فاهمين انتوا فاهمين؟ بتخلي يعني حياتي دوشه قوي. فحاسه كده ان انا ايه، ارتحت شويه لما ظبطت الاوضه وظبطت الدولاب وكده، ايه كل حاجه بقت منظمه. فدلوقتي هنعمل سكين كير مع بعض، وبعد كده هعمل لانش بوكس لماما. مش هعمل لي لانش بوكس عشان لو ممكن كده افطر في الجامعه مع صحابي، مش عارفه، بس في نفس الوقت انا جعانه حاليا، فممكن بقى طبعا لجوع اخر الليل ممكن ناكل اندوميه، لسه مش عارفه، يعني في كذا حاجه في دماغي. المهم خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. هنعمل سكين كير مع بعض. اول حاجه هستخدم الرايس تونر ده اهو، انتوا شايفينه ده كده شكله، هستخدمه. المهم ان انا حاليا متابعه 3 مسلسلات تقريبا، وكل واحد من جنسيه. اول واحد تركي، كان مسلسل يومي، بما اني اتفرجت على كل المسلسلات التركيه حاليا، فالمسلسل اللي انا بتابعه حاليا مسلسل يومي اسمه الزوجه الثانيه او الدره. هو 41 حلقه بالحلقات التركيه، يعني هو قالب على هندي شويه بس لذيذ نوعا ما، يعني التعويره اللي تحت عينيا بتحرقني، ما علينا. المهم قربت خلاص، وانا بقيت في الحلقه 34. وبتابع واحد تاني كوري ده لذيذ، 12 حلقه، واسمه تقريبا متخفي في مهمه او عميل سري في مهمه ثانويه، يعني هو عميل سري ودخل مدرسه ثانويه وعامل فيها اكنه طالب، بس هو يعني مسلسل خفيف ولذيذ وكوميدي وبجد بيضحك قوي. برضو انا في الحلقه 10، فاضل لي حلقتين واخلصه، وده بجد لذيذ قوي. وبتابع ايه كمان؟ بتابعش حاجه ثانيه صح؟ بتابع المدينه البعيده، اتفرجت على اول حلقه نزلت ولسه مستنيه الحلقه التانية خلاص قربت تنزل برضو، فاكيد بتفرج على الموسم التاني يعني. وبتابع ايه تاني؟ بتابع مسلسل باكستاني بس نسيت اسمه عشان يعني بعد كده تابعت التركي والكوري فنسيت اسمه، بس فاضل لي فيه حوالي برضو 16 حلقه تقريبا. فانا متابعه مسلسلات كتير قوي، والجامعه بدات، فمحتاجه اخلصهم عشان ايه؟ المسلسلات بتتراكم عليا، والمنهج هيتراكم عليا، والمشاريع هتتراكم عليا، ف مش عاوزه انهار. بما اني متعوره تحت عيني فمش هحط اي كريم، عشان بصراحه هو اصلا في العادي بيحرق لي عينيا، فكمان بتعويره فاكيد هيحرق لي الدبل، فمش هحط. مهم هستخدم السيرم ده عشان في شعرايه، شعري بيقع بطريقه مش طبيعيه. هستخدم السيرم ده حلو قوي، ليه؟ بيصغر حجم المسام، لذيذ بصراحه. باخد كده وبوزع على بشرتي كلها. بتحرقني. انا برضه غبيه جدا يعني بصراحه، يعني ما حطيتش اي كريم، قمت حاطه سيرم. ماشي. في حاجه قلقانه منها، ان انا خايفه شعري ما ينشفش على الساعه 6 الصبح مثلا. انا هبدا اجهز الساعه 6 زي ما قلت لكم، عندي محاضره الساعه 8:30 لغايه 1:30، وبعد كده محاضره من 2:30 ل 6:30، فخايفه شعري ما ينشفش، وبالتالي هنزل بيه ملموم، وانا مش عايزه المه بصراحه، مش عارفه اعمل ايه. طيب اللي بعده هستخدم السيرم ده، اللي حرفيا كل مره بشكر لكم عنه، عشان بجد هو تحفه وبيرطب البشره بطريقه مش طبيعيه، وبجد بيسيب جلو حلو قوي في البشره. ف هاخد كده بصوا. واحط كده يا جماعه، بجد بحس ان هو ملوش ريحه او ريحته زي العسل، معرفش، بس بجد بحس ريحته طيبه جدا، يعني معرفش ايه اللي انا بقوله ده، بس انا بحس كده. بس كده اخر حاجه هحطها على بشرتي هو المرطب ده 345، مش عارفه باين اهو، هو ده. كل مره بستخدمه معاكم لان هو بجد حلو قوي، وبيقلل التصبغات وبيفتحها، وبجد يعني بيرطب تحفه، فحلو بصراحه. كده وسنه سنه سنه، بس مش بحط حرفيا اكتر من كده لان هو قوامه تقيل، فكفايه كده. بس كده. انا عارفه ان هو غلط، بس انا ظهري وجعني فهاخد مسكن، مش قادره يعني عشان اقدر اكمل بقيه اليوم، ويومي طويل، وهحاول ان انا امشي بدري، يعني ان شاء الله ما يكونش فيه شرح في اول محاضره وكده، لانه اول يوم، فاعتقد ان هو في المحاضرات العمليه احنا معناش حاجه، فمش هيكون في شرح، هيكونوا بس بيطلبوا الادوات يعرفونا المواد وكده، فان شاء الله نمشي بدري. مش عايزه اقعد 6:30 عشان مش قادره، فهاخد واحده مسكنه، مش هاخد 2، هي واحده الحمد لله كفايه. فبسم الله، الحمد لله. كفايه كده، الساعه بقت 4، فهنقوم نعمل اللانش بوكس بتاع ماما قبل الفجر. يلا 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 يلا.
يلا. الله على السرعه، لا لا بجد بجد انا مبهوره مني. انا زي ما انتوا شايفين كده، كنت شايفه فيديو اللي شيف بيقول ان هو لازم نعمل ايدينا كده، فجيت عملتها زي ما انتوا شايفين كده، صبعي بقى جميل. فاهمين؟ ماشي، نكمل ولا اكن حاجه حصلت. نقطع بالطريقه بتاعتنا عشان الطريقه بتاعتنا هي الاصليه. عملت اللانش بوكس بتاع ماما للشغل اهو، حطيت فوق جبنه وبيضه، وتحت الخضار، وهديها تفاحه وكمان رايس كيك عشان تاكلوا بالجبنه. هديها 3 أو 4 لسه مش عارفه. وكمان عملت لانش بوكس ليا كيوت كده، زي ما قلت لكم انا هفطر في الجامعه مع صحابي، بس على الاقل يكون معايا فاكهه وخضار اهو. قطعت جزر وخيار وفلفل الوان وتفاحه عشان برضو اكون اكلت حاجه صحيه، وهاكل البيضه دي قبل ما انزل عشان برضو اكون اكلت بروتين، عشان لما اروح الجامعه واكل حاجه غير صحيه يبقى ضميري ما يقلبنيش قوي يعني، فاهمين؟ المهم دلوقتي محتاجه اشوف هلبس ايه، عشان لغايه دلوقتي ما قررتش هلبس ايه، والساعه حاليا 5:15. يلا بينا، هقوم الاول اصلي الفجر وبعد كده نشوف هنلبس ايه. الحمد لله صليت الفجر. طيب كتبت الجدول والمواد المفروض ان انا هسجلها النهارده ان شاء الله في الكليه. المفروض نسجل من 6 ل7 مواد. انا كتبت ال7 مواد، ممكن ازود ماده بس على حسب لو لقيت فيها مكان ولا لا. فيعني كتبت اهو، يعني مش عايزاكم تشوفوا دلوقتي عشان ما تغشوش انا في قسم ايه، فحاولوا تخمنوا يلا انا في قسم ايه، وهقول لكم كده كده وانا في الكليه ان شاء الله. المهم ان انا ان شاء الله نفسي الحق مكان في الماده اللي انا عاوزاها دي، فادعوا لي بقى يعني يا رب الحقها والتسجيل يخلص، عشان بجد حوار التسجيل ده اوحش حاجه في الكليه. طيب بصوا، الاوتفيت اللي في دماغي لاول يوم جامعه هو اني بفكر البس التيشيرت ده. انا عاوزه البس حاجه تكون مريحه عشان لو قعدت فعلا طول اليوم في الجامعه وما مشوناش بدري، مع ان النهارده اول يوم المفروض يمشونا بدري، بس برضو عشان تكون حاجه مريحه يعني لاسوأ الظروف. فبفكر البس التيشيرت دي وهلبس عليه الجينز ده، فاعتقد ان هم هيكونوا حلوين مع بعض. فهلبس بعد كده نشوف الشنطه والشوز. حاسه ان الاوتفيت ممكن ما يكونش باين قوي هنا، بس كده كده هوريه لكم في الجامعه، بس قلت اوريه لكم برده عشان هو عاجبني قوي. بصوا لبست الشوز دي، مش عارفه باينه ولا لا، بس الاوتفيت مريح وعاجبني بصراحه. فقولوا لي رايكم عنه في الكومنتس. وهاخد دلوقتي لانش بوكس وننزل عشان الساعه 8 الا ربع، واحنا ميعادنا هناك الساعه 8:30. يلا بينا. هلو، ايه شعورك وانا خلاص ببدا الكليه؟ الكليه من الساعه 7 الصبح لحد 6. ثانويه عامه. على الاقل انا لما بنزل درس باجي بعدها بساعتين 3، لكن يعني انت رايحه عندك الكليه اليوم كله. طيب شكرا، سلام، باي، السلام عليكم. عاوز اعيط. يلا بينا، بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حتى مفاتيح ياسين مش لاقيه مفاتيحي. يلا بسم الله، باي. يا رب توصل والسلام. بسم الله. بسم الله. مشاري ينشف. شاكرة فورمة بلول. وصلنا الجامعة ووصلنا الحر بجد. هنا بقى تحسوا عنوان الحر، يعني امبارح الجو في اسكندرية اصلا كان ساقع، بس لا الجامعة دايما حر بجد، دايما حر، انا مش قادرة. هي بحاول اقنعها لسه انها تظهر يا جماعة، بس مستنية الكيرلز بتاعتها تنشف. عشان هي حاسة وشعرها مبلول ان هو لا كده في حاجة غلط، فنستنى شعرها ينشف بعد كده هطلعها لكم. شفت معايا محشي وحياة ربنا كنا لسه صايمين. هنا يا استاذة ميرا مشياني الكلية كلها عشان عايزة السوبر ماركت ده. كنت هتخبط دلوقتي بس الحمد لله.
المهم ده مبنى الكليه، هو اجدد، يا الله ماشي، اجدد مبنى في الجامعه لو سمحتوا، وفي كل مميزات اي جامعه عندنا، عشان دي مش غرورة نرجسية. ميرا بتطبل ورا. المهم بجد من غير اي انحياز خالص لكليتي خالص، المبنى بتاعنا احلى مبنى. شكرا. يلا بينا على الكلية. احنا القسم بتاعنا الدور الخامس، ف يعني ممكن تعرفوا بقى انا في قسم ايه حاليا. هقول لكم خلاص، هقول لكم، استنوا. طب يا جماعه حاليا انا في الدور بتاع القسم اللي انا دخلته، وهقول لكم دلوقتي انا دخلت ايه، فجاهزين؟ اخر قسم انتوا خمنتوه، اقل قسم انتوا خمنتوه هو اللي انا دخلته، وكان حلمي من زمان، يعني انا كنت عاوزاه، بس كان مشكلتي ان هو مش موجود في فنون جميله اسكندريه، فاظن ان انتوا دلوقتي عرفتوه. هو قسم الدكتور عدت. استنوا حصل خير. المهم كنت بقول لكم ان انا دخلت قسم فاشن، فقولوا لي مين خمن صح ومين خمن غلط، بس يعني قليل قوي بجد اللي خمنوا فاشن، مش عارفه ليه، بس ده كان حلمي من زمان قوي، فالحمد لله الحمد لله الحمد لله اخيرا دخلت قسم فاشن. فعاوزاكم تقولوا لي خمنت صح ولا غلط، وتعالوا بقى اوريكم الدور بتاعنا فيه ايه، واخدكم تور كده بسرعه. يلا يلا يلا. المهم تعالوا ناخدكم تور في الدور بتاع فاشن. ف ميرا فاشن معايا، مش في فاشن، مش في او في جرافيك. فتعالى اخدكم، احنا الدور بتاع الدور الخامس هو دور فاشن، فتعالى اخدكم كده تور، مع ان هم شالوا معظم الحاجات عشان لسه هيتحط حاجات جديده، فتعالى اوريكم ايه اللي محطوط. ويلا يلا. بصوا الحلاوه والشياكه والطعام، بصوا ده اللي هو الطراز المصري يعني، بصوا، ودي اكسسوارز. هو حرفيا قسم فاشن بيدرس كل حاجه، سواء رجالي نسائي اطفال مسرح، كل حاجه كل حاجه بجد. بصوا تحفه. بصوا ده تطريز حلوة قوي بجد، ده عاجبني قوي 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 يعني، تحفه. بصوا والاكسسوارز دي فظيعه، انا متحمسه قوي لجزء الاكسسوارز بصراحه. بصوا تحفه بجد ما شاء الله. وبصوا دي شنط، عاجبني قوي الشنطه دي، والكلاتش حلوه قوي. بصوا ده شكل الدور كله، بيبقى محطوط بقى حاجات هنا وحاجات هنا على كل الدور، يعني بيكون متقسم حاجات، بس زي ما قلت لكم كل حاجه اتشالت عشان لسه هيتحط حاجات جديده. بصوا مثلا ده لسه محطوط هناك، تعالوا اوريه لكم. بصوا هو بس يعني مش عارفه ليه وقع كده. بس ده شكله برضو نفس الثيم يعني مصري وكده، فحلو قوي. تعالوا اوريكم اول روم فيها ايه. فيها مكان خياطه. بصوا يا جماعه فرحانه قوي بجد حقيقي. بصوا احلى حاجه ان هم جابوا مكان جديد كمان، فانا متحمسه قوي بجد، ان شاء الله خير. بصوا تحفه. وهناك في الجزء بتاع المكوى، وهنا في مانيكان باشكال واطفال وحركات. بجد انا فرحانه ومتحمسه بشكل مش طبيعي. ميرا ايه شعورك؟ انا فرحانه. بصوا هنا في برضو حاجات مختلفه، وهنا دي السنين التانية عاملينها. انا بجد متحمسه، انا متحمسه قوي قوي بجد. دي اول روم. وبصوا في روم فيها المدرج، دي المحاضرات النظري، وفي روم تانية وفي الوش دي فيها برضو مكان خياطه، وكمان في روم هنا بصوا اهي برضو مدرج، وهنا في برضو روم تانية برضو اعتقد مدرج اهي. بصوا اهي، اعتقد دي للامتحانات، لسه برضو مش عارفه، ما دخلتش الروم دي قبل كده بصراحه. وهنا في الجزء ده في روم برضو، بس دي انا ما دخلتهاش قبل كده برضو. ده كده شكل الدور بتاع قسم فاشن، وهو فاضي حرفيا، هو فاضي. لو كنت شفتوه مثلا السنه اللي فاتت معايا، حرفيا كان كله دريسز وحاجات وكده، بس هما شايلوا كل حاجه دلوقتي عشان لسه هيتحط الجديد، فمتحمسه لما يتحط الحاجات الجديده اوريها لكم بجد. بصوا احنا اصلا باينين. بصوا في جاكيت جلد كده تحفه، ده هاند ميد يا جماعه، حلو قوي. وفي واحد تاني هنا اهو، مش عارفه باينه ولا لا اهو بجد، ممكن هو مختلف من تحت. مختلف. بصوا وهنا برضو الشغل اللي هو نسيت اسمه بس انا يعني انتوا فاهمين. المهم بصوا برضو نفس الكلام. احنا كنا فاكرينها اسمها دكتور كارما رئيسة القسم، طلعت اسمها ايه؟ دكتور كرامة. احنا اسفين يا دكتور لو شفتي الفيديو ده، يعني احنا اسفين. احنا تايهين، احنا بجد تايهين، والمفروض ان احنا ستة في القسم ده. عايزه اقول لكم ان كله داخل ديكور وجرافيك الا احنا تقريبا 6 اشخاص بس، او 5 كمان، احنا كنا 4 بقينا 5 او 6 في القسم هنا، وولد بس واحد معانا. ف
الاعداد قليله قوي في قسم فاشن وتصوير. وبرده في ناس خمنت صح ان انا كنت محتاره ما بين تصوير وفاشن. لو كان ما فيش قسم فاشن كنت اكيد دخلت تصوير، يعني زي ما انتم عارفين برده انا كان من زمان نفسي اخش تصوير، بس بما ان في فاشن دخلت فاشن عشان انا فكرت ان انا ممكن انمي موهبتي بعيد عن القسم. يعني انا اقدر اخش اي قسم تاني وانمي موهبتي في تصوير في بره يعني. فانتوا فاهمين انا مش فاهمه حاجه فيلا تمام. طب يا جماعه احنا حاليا قاعدين على الارض بنسجل المواد واحنا حرفيا محتاسين حوسه، فادعوا لنا نسجل المواد احنا بجد تعبنا وزهقنا. زي الفل. مش عايز اي حاجه. خير ان شاء الله. وانا عايزه اكل قوي. بس ما يعني مفيش حاجه معينه نمشي فيها. بس هندخل بقى ونجيب. انا على طول لما باجي الكليه بيبقى في حاجه معينه عاوز بس لا انا برضه مفيش حاجه بس عايزه اكل. وانا فهندخل نجيب منيو كده من كل حته ونشوف هناكل ايه. يعني على الله. والله احنا زينا زيكم، ويعني نفسي نخلص من حوار التسجيل ده عشان ده اسوأ حاجه في الكليه. احنا ندخل كده نفتح هوم نفتح فايل. انا كده ده منين ده يا منى؟ أمح زهرية. ميرا عايزه تقولي حاجه؟ يعتبر سجلنا معظم المواد، لسه فاضل لي 3 مواد وميرا لسه فاضل لها برضو 3 مواد خير. طب يا جماعه احنا حاليا رايحين ناكل، فمش عارفين لسه هناكل ايه، بس المهم رايحين ناكل اخيرا يعني. الله اكبر. المهم ان احنا سجلنا المواد الاساسيه بتاعه القسم، بس لسه ناقص لنا مواد اللي هي بتكون زياده، فلسه نستنى راوند 2 عشان السيستم واقع. حاليا احنا بننهار عصبيا، بس المهم ان احنا ناكل عشان احنا جعانين والله. طيب هناكل في الستودنت هاب، فاحنا لسه مش مقررين هناكل ايه، بس يعني حددنا المكان على الاقل، فهنشوف لسه هناكل ايه. طلبنا اكل من هنا سوري، وان شاء الله يطلع حلو عشان دي اول تجربه هنا. بجد انا مش عارفه انتوا سامعيني ولا لا، بس احنا حاليا في الستودنت هاب مستنيين الاكل، وبجد جعانين، دي كلمه قليله، ف مستنيين الاكل. انا مش شايفه حاجه. اوه تحفه، شكلها تحفه. دي فرايز
شكلها بجد تحفه. ودي وجبه عربي شاورما فراخ، ودي انا جبت فته شاورما فراخ. حلوه قوي. انا عندي ماده واحده. يا جماعه اتفضل، الاكل كتير قوي بجد، يعني احنا بجد اتغبينا مع ان يعني احنا كنا جعانين بس، فحرفيا يعني اتفضل الاكل كتير قوي. هلو لسه فاكره اني ما سلمتش عليكم النهارده، فحتى لو متاخره المهم سلمت عليكم. المهم انا رجعت من الجامعه على الساعه 4 تقريبا كده، 4 وربع، وزي ما قلت لكم انا سجلت المواد الاساسيه اللي هم 4 مواد بتوع قسم فاشن، سجلتهم في الجامعه. بعد كده السيستم وقع، فاضطريت اني استنى راوند 2 لبقيه المواد اللي هم ال3 مواد الفاضلين. فاول ما روحت لقيت السيستم فتح تاني، فسجلت مادتين والسيستم وقع تاني تالت، فاضطريت ان انا استنى برده راوند 2 تاني للماده اللي انا عاوزه اسجلها. مبدئيا كده ما لحقتش مكان في ماده، فدي خلاص استبعدتها فبدلتها بماده ثانيه، وان شاء الله تنفع مع الجدول، عشان ممكن الميعاد بتاعها ما ينفعش مع الجدول، فبالتالي هضطر اني ما استخدمش الساعات بتاعتي، وانا عايزه استخدمهم عشان اخلص يعني، فاهمين؟ فادعوا لي في راوند 2 اللي انا لسه مش عارفه ميعادها امتى، لان هم بيقولوا هتتحدد في خلال الاسبوع ده، ان انا الحق مكان في الماده دي، عشان بجد هنهار لو ما لحقتش ومش عارفه هاخد ايه تاني، لان حرفيا انا الاسبوع كله مملي، ما عنديش غير الجمعه اجازه، فبجد يعني هنهار. فيا رب الحق فيها مكان عشان ما انهارش بجد. هي الماده دي انا ما كنتش عاوزه بصراحه اخدها السنه دي، بس ما عنديش حل غيرها يعني، خلاص الانجليش انا مش لاحقه في مكان اصلا، فبالتالي مضطره اخد اي ماده تانية، والماده دي الوحيده اللي نافعه مع الجدول بتاعي، فاتمنى ان شاء الله اني الحق فيها مكان. احتمال ما اروحش بقيه الاسبوع الجامعه. ليه؟ لان اول اسبوع زي ما قلت لكم الغياب عندنا بيترفع، اللي خلاني اروح النهارده ان انا ما كنتش عارفه اسجل انا واصحابي، فروحنا سجلنا انا وميرا، ومفيش حد جه تاني اصلا. احنا في القسم عباره عن 5، كنا 6 وبقينا 5، محدش هيجي بقيه الاسبوع، فالدكتور بالتالي الدكاتره يعني بتاعت قسم فاشن فمش هتشرح، عشان مش هتشرح لواحده او 2 او كده، وبالتالي احنا كمان معناش اصلا لسه الادوات، فقررنا هنعمل جروب مع الدكاتره ويطلبوا عليه الادوات عليه، ونبدا من اول الاسبوع الجاي ان شاء الله يبقى كله موجود، عشان كده احنا مجبرين نحضر من اول الاسبوع الجاي عشان الغياب. المهم زي ما قلت لكم انا رجعت الساعه 4:30، فضلت اسجل المادتين دول لغايه الساعه 5:30، وبعد كده نمت من 5:30 صحيت الساعه 8:30، قعدت ساعه، بعد كده نمت من 9:30 صحيت الساعه 1، فبرضو نومي مش متظبط، وبرضو هفضل قاعده طول الفجر ولحد الصبح، وانام برضو طول النهار، فانا مش عارفه اظبط نومي، وحاولت اني اطبق كذا مره بنام برضو على العصر، فانا مش عارفه اظبط نومي خالص، ومش عارفه اعمل ايه. بس هو كده هيجي يوم في الكليه هيكون عندي ماده عملي، حرفيا انا عارفه هكون راجعه تعبانه هنام غصب عني، فاتمنى يعني اظبط نومي قريب، عشان بجد دوت مؤثر، بجد مؤثر في كل حاجه، ويعني برضو بيخليني اراكم الصلاه، فانا مش عارفه اعمل ايه، فاهمين؟
وحاولت بقدر الامكان اظبط ما بين ان هم يصحوني في البيت او كده. بجد انا مش ببقى قادره بجد، وببقى قايمه حرفيا اللي هو انا لسه مش في الدنيا فاهمين. فبجد ما اكونش مصحصحه خالص. طيب زي ما قلت لكم انا مش هروح بقيه الاسبوع، بس ده للمواد العملي. معنى كده ان المواد النظري محتاجه ان انا اروح احضرها حتى لو ما فيش اتندنس، بس انا مضطره احضر عشان بيبداوا المواد النظري من اول اسبوع، بيبداوا شرح، يعني بيبدا شرح وبناخد كل حاجه فاهمين، يعني اكنها محاضره عاديه من اول اسبوع بيبداوا. فعشان ما يفوتنيش حاجه وارجع اندم وابقى محتاسه، هضطر اني اروح اول اسبوع حتى لو ما فيش اتندنس زي ما قلت لكم، بس عشان ما يفوتنيش حاجه. 사내 아이가 아니길 기도하지 그래. 오 마이 갓. 다행이다. 아우 씨.